السلام عليكم حبايبي. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا واحد الحوته في الفران ساهله مهله سهله واحد الاكله سريعه ديريها للفطور وزوينه بزاف. هنا غناخذ الطون راه موجود دابا كاين في الاسواق. طون كيتباع الكيلو ولا الوحده على حساب. المهم الحدود ديالو بين 70 درهم 50 70 درهم، بعض المرات تيكون غير ب 40 درهم. المهم على حساب. المهم هذه خليتها انا ب 70 درهم كاع كاملين. كنت قامت عليا واقيلا بشي 75 درهم بالتحديد زعما كاينات. المهم ما غالياش بزاف. المهم هاد الطونه هذه غادي نشدها، غادي نتبلها غير بمليحه، شويه ديال الثومه كيف ما كتشوفوا جرحتها، وغادي ندير فيها شويه ديال الثومه هكا، وغادي نديرها غير بالازير والزعتر ومليحه. يعني غنديرها غير بالاعشاب، غادي تجي زوينه. غير هي السر ديال الطياب ديالها هو انكم ما تطيبوهاش بزاف، يعني ما تخليوهاش تنشف، غير شويه وصافي. يعني واحد بين 20 حتى ل 25 دقيقه ديال الطياب ما كاملاش. انت راكي هي كطيب وانت كتراقبي فيها. المهم 20 دقيقه ما تفوتيهاش ليها في الفران، راه دغيا كطيب. يعني ما كتحتاجش، لان حنا ما دايرين معاها لا خضار لا حتى شي حاجه اللي غادي يحتاجوا يطيبوا معاه. سمحوا لي على الصداع ديال ولدي. المهم وغادي ندير معاهم تورقات سيدنا موسى كيف ما كتشوفوا البنات. غادي نحكها مزيان بالملحه والازير والزعتر بهذه الطريقه هذه. ما كتحتاج تتبل بزاف، وزويته بلديه من طبيعه الحال صافي وتويمه. غادي نغطيها مزيان بهذاك البابي كويسون، وغادي ندير عليها عاوتاني الالومنيوم صافي، وغادي ندخلها للفران ونخليها طيب. كيف قلت لكم الحوت راه ما كيبغيش طيب بزاف باش ما كيجيش ناشف وكيوحل، كيبقى طري وزوين. شويه الخل طبيعه الحال، ولا ديروا الحامض. انا راه ما كانش عندي الحامض هنايا، ولا خل الحامض المهم اللي كان عندكم اللي متوفر عندكم، وحتى الخل راه كيجي مزيان صافي. غادي نغلفها مزيان وغادي ندخلها ان شاء الله الفران طيب. بطبيعه الحال زويته بلديه ما تنساوهاش، وهي راه كتطلق الماء ديالها مزيان، واحد لاصوص زوينه وبنينه صافي البنات. هكا غادي نلمطها مزيان وندخلها الفران. خليكم معايا. نسيت ما قلت لكمش، كان خاصني نقول لكم في الاول لانكم كتنساوني بزاف، كتنساوني من لي جيم ومن لي كومونتير. ما تنساونيش في هذا الفيديو هذا، خليو لي جيم وكومونتير. قد الناس اللي غيتفرجوا فيا كلكم ما تعكزوش وهبطوا خليو لي جيم وكومونتير، وخدروا لي فيه غير قليب. المهم هنا المرافقات ديالها غادي ندير خيزو راني سلقته بطبيعه الحال مع مليحه، وغادي ندير هنايا شويه ديال الزعتر زبيته بلديه، وشويه ديال الثومه بحال هكا صوطي. بالنسبه هذا الطون الا كان كبير تيكون بعض المرات الطونه كبيره كتباع العبار، يعني كيعطيوك بالطريفات. فانا كنجيبها وكندير لها الطريقه هذه، كنقطعها طريفات وكنصوطيها بهذه الطريقه هذه. راه كتجي خطيره، كيجي بحال الطون ديال العلب. كنشد غير بحال هكا زويته، كندير فيها بحال هكا الزعتر وهذا وازير ومليحه، كنصوطيهم والثومه صافي، وكنرمي فيه هادو وشويه الزبده. الا كانت شويه ديال الزبده من طبيعه الحال الزبده الحيوانيه كديريها عاوتاني راه كتجي خطيره، واحد اللذه عجيبه صافي. كنصوطيها واحد شويه بحال هكا بحال اللي كندير هكا الخيزو، وكنحطها عرفتي كتجي زوينه بزاف. الا كان هذاك الطون ديال العبار يعني بالطروفه كيتقطع تكون طونه كبيره، هذيك الطونه العنيده. صافي البنات هنايا غادي ندير عاوتاني الخل كيف قلت لكم. ما كانش عندي الحامض وشويه ديال الربيع صافي. يعني ساهل، المرافقات ساهلين. وغادي نزيد مع هاد الخيزو غنزيد معاه حتى شويه ديال البطاطا. راكم شفتوني كيفاش مقطعه خيزو، مقطعه رونديلات معوجين يعني باش يجيو كبار وزوينين في المنظر ديالهم صافي. وغادي دابا غادي ندير البطاطا. البنات اختاريت البطاطا ديك الصغيره، يعني باش ما ندير بطاطا كبيره نقردها. هذوك البطيطات الصغيورين كتعزلوهم، هما اللي كديروهم هما اللي كترافقوا بهم هاد الطبق اللي كانوا متوفرين بطبيعه الحال، ما كانوش تقضيو باش ما كان صافي. هنايا عاوتاني نفس الشيء غندير، نفس الشيء عاوتاني زويته بلديه الثومه
وازير والزعتر. اليوم يوسف مشارك معنا في هذا الفيديو، قبلوا عليه. قبلوا على يوسف اليوم راه مشارك معنا. المهم غادي ندير لهم عاوتاني بحال هكا نفس ديال الخيزو. غادي نديروا البطاطا. اي خضر عندكم تقدروا ديروا. يعني فشي كان عندكم البروكولي، كان عندكم اي خضر كيعجبوكم، قريعه، كلشي ديروا ليهم نفس الشيء. صافي انا درت غير البطاطا وخيزو، هما اللي استعملت. كيعجبوا الدراري الصغار. بطبيعه الحال انا ديما كنذكر الدراري الصغار لانهم هما الاساس. انا عندي كنحاول ندير شي حاجه اللي يقدروا ياكلوها، فهمتي؟ هذا الشيء علاش ديما كنذكر الوليدات وتا الكبار. بطبيعه الحال راه كيعجبهم البطاطا، راه محبوبات الجماهير. صافي البنات، هذا الشيء اللي كاين. هذه هي الوصفه ديال اليوم. ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. راه ساهله، ما فيها شي حاجه زعما كثيره ولا شي حاجه معقده. فطور ساهل ماهل، تقدروا توجدوا ولا عندكم شي ضيف عزيز ولا شي حاجه ديروها ليه. المهم هذا ما كان، نتمنى